السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور معانا. يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده شويه فول ما يفوقوش ولا اي حاجه عن بتاع الشارع، بل بالعكس انضف مليون مره وامن. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بيها كده. هو الفول بتاعنا يا جماعه لازم يتنقع ليله، مفيش حاجه اسمها فول ساعتين. اي بقوليات في الدنيا انقعوها ليله، علشان اللي عنده مشاكل في المعده فبتريح بنسبه كبيره جدا. ثانيا الحاجه حجمها بيكبر، يعني لو انا كان المفروض ان انا اصور قبل هو ما يتنقع، بس نسيت بصراحة. عايزه اقول لكم ان كان تقريبا نص الحلة دي الكمية، يعني ده كيلو من الفول، ده نص الكمية. نص الحلة كانت الكمية. شوفوا بقى لما بات في ليلة في المية عامل ايه. ويا ريت بقى ان احنا في الرايحة وفي الجاية نغير عليه المية كده يبقى احسن. طيب هنحط نعمل ايه بقى؟ معاكم من 2 لتر ل 3 لتر مية مغليين يتحطوا على الفول. اولا بنسخن المية بتاعتنا كويس جدا، وبعد كده بنروح منزلين الفول بتاعنا المنقوع. نيجي بقى لأهم خطوة، لا تحطوا بقى فول مدشوش ولا رز ولا عدس اصفر ولا اي حاجة خالص. البطاطس، تجيبوا بطاطساية قطعوها مكعبات صغيرة او تحطوها سليمة زي ما انتم عايزين، بس طبعا يعني انا بحطها مكعبات احسن عشان لما اجي اضربه في الخلاط، لان احنا بناكله مهروس. فتمسكوه تحطوه قطعوها مكعبات كده وتسيبوها في الفرن. اول ما المية بتاعتنا هتغلي هنغطي ونهدي النار خالص زي تسوية الرز او اقل كمان من تسوية الرز. انا ولا هحط ليمون ولا هعمل اي حاجة. انا اهم حاجة عندي ان المية تكون مغطية الفول بتاعي كويس جدا، علشان ياخد ويدي مع نفسه، لانه مش هيقعد ساعة ولا اتنين، احنا عاملينه ياخد براحته. ده قعد معايا بالظبط 4 ساعات ونص. طبعا بتفرق نوعية الفول من مكان لمكان، وحاولوا دايما تجيبوا الفول اللي لونها فاتح مش اللي غامق. طبعا الفول اللي قصادنا ده كوليكشن كوكتيل كده على بعضه، غامق على فاتح. تمام. اهم حاجة عندي هي المية. كل ساعة بفتح كده سنة بسيطة من الحلة بشوف المية نقصت ولا حاجة. ما نقصتش تمام، لكن لو كانت المية ناقصة نعمل ايه؟ كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب مية سخنة تاني ونزود. ما تحاولوش تزودوا المية كتير على قد ما تقدروا. تمام، بس ولا ابسط ولا اسهل من كده خالص. انا محتاجتش ازود ميه بصراحه نهائي، هي كانت كميه الميه كافيه وزايده كمان. ده شكله بعد ما استوى تماما. هوريكم دلوقتي الفوله طالعه بصوا شايفين؟ بصوا، مزبده، مزبده بمعنى الكلمه. انا بعمل ايه بقى؟ انا بجيبه واصفيه من الميه بتاعته يهدى شويه عشان ابتدي ايه اضربه، ما بخلوش في الميه. خليته في الميه بيعمل طبقه بني وبيغمق كله على فكره. بحتفظ بالميه على الجنب وبخلي ميه الفول على جنب والفوله نفسها على جنب. تمام. يبرد كده معايا شويه عشان ابتدي اضربه براحتي بقى، اذا كان في الخلاط او في الهاند بلندر او في الكبه زي ما انتم عايزين، واسيبه. بصوا هي الميه لما بيقعد الفول شويه، بصوا شايفين هي دي الطبقه اللي بقول لكم عليها. بيبتدي هو يغمق لي الفول كله. وادي البطاطس موجوده اهي واستوت طبعا واتهرت مش استوت. تمام. وهبتدي اضربه. انا عايزه اوريكم الشكل. ناخد حبه من الميه بتاعه الفول نبتدي نضرب بيها حبه حبه صغيرين. بصوا شايفين؟ بصوا انتوا بتبقوا مستغربين قوي ان اللي بيتعمل في البيت سايس كده ومليان ميه وبتاع الشارع ماسك نفسه اهو. بصوا شايفين المنظر؟ قطعة واحدة ازاي، ولا اطعم ولا اسهل ولا ابسط من كده، ولا بقى رز ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. الوصفة دي جايباها من حد كان بيعمل فول كان يحكى ويتحاكى على الفول بتاعه والطعمية. هي الطعمية طبعا قال لي انها صعبة جدا انها تتعمل في البيت، بس يعني ايه، شغالة كده على كام طريقة لا يظبط فيهم وهوصل للنتيجة هنزلها على طول عشان تبقى فعلا زي طعمية الشارع، بدل الكربونات اللي بيحطوها في الطعمية. كل الطعمية بتاعة الشارع بتحط فيها كربونات بنسبة كبيرة عشان تبقى هشة وطرية. هنا بقى جبته حطيت منه شوية، طبعا قسمت في اكياس خلاص وشلت. حطيت منه شوية على على الطاسة كده. وعايزة اقول لكم والله ما هتشبعوا منه، هتدمنوه. ملح وزيت وكمون وشطة وليمون، وعيشوا حياتكم بقى كده، وشوية بقدونس وقلوب. ألف هنا.